أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمرة بالتقسيط بدفع المبلغ كله على أقساط بدون زيادة؟ وما حكمها إذا دفع نصف المبلغ نقدا والباقي على أقساط بزيادة أو بدون زيادة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال الثاني متعلق بحكم من أحكام العمرة، وصاحبه يسأل عن حكم الاعتمار بالتقسيط، يعني تكاليف العمرة يقوم بدفعها على أقساط تباعا، إما كل شهر أو كل شهرين على حسب ما اتفق عليه مع صاحب الوكالة، أي وكالة السفر. أولا لا بد أن نعلم أن حكم العمرة على أصح أقوال أهل العلم أنها واجبة، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت أنه اعتمر، وكذا الصحابة. والعمرة إما أن تكون مقرونة بالحج، يعني سابق له، فيكون هذا الحج حج تمتع، وإما أن تكون مع الحج، يعني مقرونة بالحج، ولهذا يسمى هذا النوع من النسك بالقران. فإذا كانت والعمرة من غير أن تكون مقرونة بالحج، يعني في أي وقت من الأوقات وفي أي شهر من الشهور، هذه مجرد عمرة. هذا أولا. ثانيا، الأصل في الإنسان أو في المعتمر أن يكون قادرا على تكاليفها، يعني تحتاج إلى تكاليف، فإذا كان قادرا فهو في حكم من يجب عليه، لأن القدرة مناط التكليف كما هو مقرر عند أهل العلم، وبالتالي الغير قادر يكون غير مكلف بهذه العبادة التي فيها تكاليف مالية، وهذا من أنواع العبادات المالية. لا بد للمسلم أن يتعبد ربه جل بها من خالص ماله. ومع الأسف الشديد يعني أصبحنا نرى هذه الأيام من ليس يستدين فقط لأداء عمرته، بل يتسول لأجل أداء العمرة. والسؤال سؤال الغير محرم، نهينا عنه، فكيف نتعبد الله تبارك وتعالى بما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ورب عابد لله تبارك وتعالى عبادة يقدر عليها وتحققت شروطها أفضل من عبادات كثيرة خالف فيها أمر الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد
رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي تكون أو يثاب عليها أصحابها بثواب عمرة، كأن يتوضأ المسلم ويخرج من بيته إلى مسجد قباء فيصلي ركعتين، قال كأجر عمرة، أي هذا الفعل. ومن صلى الفجر في جماعة ثم مكث في مكانه يذكر ربه تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس كان له أجر حج وعمرة، قال تامتان تامتان. العبرة ليست بمجرد الفعل، العبرة بحسن الفعل، وحسنه لا يكون إلا بإخلاص النية فيه وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والسير على هديه. فإذا كان كذلك فهذا ليس عليه أن يستدين لأجل العمرة. إذا كان قادرا اعتمر، وإذا كان غير قادر سأل ربه تبارك وتعالى من فضله، سأل ربه لا الخلق. لا يتسول عند أصحاب الوكالات أو أصحاب الأموال أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي أصبحنا نلحظها في هذه الأيام مع الأسف الشديد، كأن هؤلاء ابتعدوا عن معنى العبادة الحقيقي. وبالتالي إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه قادر على التسديد، يقول أهل العلم يعني المال موجود إلا أنه ليس بحوزته في هذه الفترة، مثلا كرمضان، وأراد أن ينال فضل الاعتمار في رمضان، فيستدين لأجل هذا السبب، وهو يعتقد أنه سيسدد بعد حين، ووجد من يمهله في ذلك، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، وإن كان الأولى هو عدم فعل ذلك، أي عدم الاستدانة، لأن الإنسان لا يدري، والدين مسؤولية عظيمة عند الله تبارك وتعالى، والنفوس معلقة حتى يقضى دينها، حتى يقضى دينها. لا ينبغي أن يستهين المسلم بأمر الدين، بمعنى يستدين لأتفه الأسباب. والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا ترك هذا وسأل الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم.